يو شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم ناسي وحبابي في فيديو جديد في شين مخ الهضرة. إن شاء الله تكونوا بخير. من مباريات الشامبيونز ليج الأفريقية الجمعة اللي فاتت نهار السبت الخمسة تاع العشية، الترجي واستاد ماليان وشركة القبيل والأهلي المصري. عملنا فيديو الأهلي المصري شركة القبيل أبري ماتش ديريكت، لكن حطيت الكاميرا بغيت نصور في فيديو على ماتش ليسبيرونس. عملت بريسك دقيقة ونص دقيقتين، من بعد قمت من البلاصة متاعي، سكرت الفيديو وفسخته وخرجت مشيت نعمل في قهوة. ماتش كان ماتش صعيب على الاخر، ماتش خايب لحباية الترجي الرياضي التونسي. المباراة هذيا مشكلة كبيرة العباد اللي ما تعرفش كونو ليسبيرونس باش تولي الماتشات الكل تلعب كما شفناها نهار السبت. مش معناتها انا ما نحبش الترجي تنجح، ما نحبش الترجي تفوز في مبارياتها، بيان سور انا اسبيرونتيسي، يعني حب اسبيرونس تنجح وتربح وتعدي وتعمل اداء باهي الكل. لكن هذيك الحقيقة كونه هذه أول مباراة للترجي الرياضي التونسي بدون يوسف البليلي، إن شاء الله ربي يشفيه ويرجعنا فقر بوقت. يوسف البليلي اللاعب هذايا لاعب فلتة، لاعب من أبرز اللاعبين اللي شفناهم جاوا في البطولات التونسية وجاوا للترجي. لاعب شفناه كي رجع 2019، الناس الكل ثبته، الناس الكل قالت كيفاش اللاعب كبير باش يرجع. يوسف البليلي سي بون معناتها 2012 وكل كي جا للترجي ما يسحقش يعاود يرجع مرة أخرى، ما فهمش علاش. تو نشوفوا في يوسف البليلي كي رجع، شفنا ايش عمل 2019، هز لك تشامبيونز ليج كيف كان باش يجدد وقتها 5 سنين، عام اخر يا ربي يلعب على الخامسه، لكن ما جددش وخرج. تو كي رجع كيف شفنا الجماهير تحكي عليه، وكما تو يمكن برشا عباد تحكي على يوسف مساكني، فما اللي يحكي معاه فما اللي يحكي كونتر. لكن انا نحس كون يوسف البالي مش كيما يوسف مساكني جمله. يوسف البالي قعد فيزيكو باهي، يوسف البالي بالرغم معناتها الشغب والعجز اللي عم فيها من الكل، لكن ديما يترينا، ديما مخلي اللياقه البدنيه نتاعو باهيه. لعب في البطوله الجزائريه، لعب في البطوله الفرنسيه، ما لعبش في البطولات الخليجيه، قعد برشا معناتها لعب في الخليج لكن ما طولش. هذيك الحاجه اللي باهيه يمكن يوسف البليلي. يوسف البليلي كان كي يهز الكره وشفناه حتى في اخر فيديوهات انا كنت حكيت عليه. مثلا نلوم يوسف البليلي، يقولوا ما عادش تكبش برشا بالكره، لازمك تسيب لاصحابك، دريبلت الاول والثاني الثالث سي بون ما تفهمش علاش. لكن كي تجي تركز شويه في الموضوع هذايا وتجي تشوف علاش يوسف البليلي يعمل هكاك. يوسف البليلي ما يلقاش الحلول بيان سور مع الفرق اللي تلعب دفاعيا مسكره واللي ما تخليكش سباس باش نجم يوسف البليلي يجري ويدريبل ويعمل لك الفنيات نتاعو ويقرص كره باهيه لصحابه والجو هذاك الكل. بعد ساعه تشد الكره خاطر هو من الاخر وعلى الاخر بالكاليتي نتاع لي جوار اللي موجودين في الاسبيرونس، عارف كيف تصيف باس اكس وايكغيك من غير ما نسميه، عارف اللي راهم مش يعملوا حتى شيء ومش يقدموا الاضافه. عرفتوها ميسي كل عام مع البارسا كيك الكره تدور من اليمين لليسار، ترجع لميسي دور تعاود ترجع لميسي، في الاخر هو يعطي اللمسه الاخرانيه سواء يسجل هدف ولا يعطي اسيست. حبه من حبه او كره من كره، يوسف البليلي اللاعب الوحيد اللي يصنع لك اللعب. يوسف البليلي حتى ديجا بحضوره في الترجي وفنيته وباللي عم فيه الكل، هذاك الكل ماهوش كافي. تسمى فما بعض المباريات كنا عملنا فيهم تعادل اكزامبل ولا ما فزناش فيهم في جرد معناتها الحكايه هذيا، على خاطر ما ثماش شكون يعاون يوسف البليلي. كنا نستناو في لاعبين دو كولوار على اليمين والا راس حربه والا حتى صانع العاب ديس يعاون يوسف البليلي. توا شفنا ما جبناش لاعبين حابين عليهم، ويوسف البليلي تضرب، يعني خسرنا كل شيء مع بعضه. بالرسمي مازال نشوفوا برشا ماتشات كيما هكا. وانا نحب نعطي ميساج مهم على الاخر للمكاشخين اللي يحكيوا على بول الترجي واللي يحكيوا على اضعف بول واحسن بول الترجي واسبيرونس سلكتها في رابطه ابطال افريقيا، والترجي الاولى زي ضمنتها جوها باهي. نحكيوا على ديزيام تور، نحكيوا على ماتشات اخرى ان شاء الله نتيحوا في مع اكس ومع ايكريك، وخان ديبلاسيو للمغرب وخان ديبلاسيو للجزائر وخان ديبلاسيو. عارف تحب جمعيتك وتحب تشوف جمعيتك بلاصه باهيه، لكن النفخان تزيد وتربح على الورق هذيك الريق هذاك اللي ما نحبوش. فوز على الورق وتحقر لي زيكيب دادفيرس. الترجي حكيتها في فيديو سابق، قلت كونه يتسمى من اصعب لي بول اللي موجود فيهم. علاش؟ على خاطر اول حاجه تنقلات بعيده، امور تعب، امور اقل سيونس دونترمون بارابور مثل الفريق الاخر باش يمشيو في بلاده، امور ماما افريكا لوميديتي وسخانه والاربيتراج، امور الفرق هذوما اللي يلعبوا لك 10 جول تالي، لاغريسيفيتي نتاع الجوارات. شفنا ما شاء الله فيزيكمون البطوله الماليه ما بداتش جمله. البطوله باش تفهموا انت بطوله مالي ما بداتش اصلا مع السيزون هذايا 2025 مازال ما بداتش. ما مش لاعبين برشا ماتشوات، لاعبين تقريبا الجمعه اللي قبلها الجمعه اللي فات لحد اللي قبله لاعبين السوبر فاز هاكا نتاعهم تاع البطوله الماليه. لكن فريق شفنا فيزيكمون واقف 90 دقيقه ما يسلمش، كل جول الاسبيرونس يجيه كوره نشوفوا زوز ثلاثه ملاعبين. علاش انا اخترت كون نعملوا فيديو في الوقت هذايا معناتها نفوت 3 ايام 5 ايام ونصور من الاخر باش ما نحكيش بعض، على خاطر الفيديو نفكرت دقيقتين اللي عملتهم انا كنت متشنج
نلوم في ماهر الكنزاري، نلوم في حاجات يمكن توا مش نحكي عكسهم، مش يمكن مثلا باش نحكي عكسهم، على خاطر نشوف العباد تحكي على ماهر الكنزاري وتصير في ماهر الكنزاري وش بيه ماهر الكنزاري. انا مانيش حامي توا على ماهر الكنزاري، على خاطر انا تجي هذا فيديوهاتي السابقه مانيش راضي بالمردود نتاعو، مانيش نشوف في فكر كبير هكا، نشوف في فكر وبصمه في الاسبيرونس، هذه حاجه نعرفوها الناس الكل. وماذا بينا نشوفوا مدرب يعني معناتها كاريتي واضحه وعنده اكسبيريونس كبيره ويجي ديريكت يطبقها مع الترجي، مش معناتها يجي تو يجس ويبدل ويجرب. هذا كل نتصور مش نتاع معناتها في قيمه الترجي لازم يكون مدرب حاضر وامورك معناتها يدفع الفلوس معناها بلاش بيك جبت 35 مليار في كاس العالم الانديه. دونك الاسبيرونتيستا كلهم يستناو في معناتها راس حربه كاسح ومدرب كاسح وإليه كاسح وديس كاسح معناتها. هذه كل مش مهمة الجماهير، معناتها مهمة الإدارة لازم تخدم خدمتها وتجيب اللاعبين مهما كان مهما كانت التكاليف. المفيد علاش نحكي توا عكس هذا الكل على ماهر كنزاري؟ على خاطر برجولية شباب بالرغم من الجوالات المالية يسكروا 90 دقيقة واقفين ربحوا على الاخر. معناتها اللي نعطيك الكورة اما نلعبها كيما نحبها هذاك ايش عملنا بالضبط يعني بالرسمي. عطاو الكورة كيما ايفرتون ومانيو كان نتفرجوا فيه تروح نهار اثنين. ايفرتون عطات الكورة المانشستر يونايتد تلعب 10 جولات ورقة حمراء في درجين اللعب نقناقي وشفناها فازت 1-0. ما عملتش ديزاتاك جملة طلع بالتالي حتى كرة عندها نلقاو معناتها راس حربة نتاعها نسيت اسمه وحده معناتها يحاول هو والديس نتاعهم يخرج كورة يدريبلي بين 8 و9 لاعبية باش تفهم انت. ونجح في برشا مرات اغلبيه الكور اللي جات وحتى بين زوج ثلاثه ملاعبين يربح فوت يربح توش يربح كورنير يسجل بوده كما شفناه سجل اسمه طويل حسيلو هذاك ترى شنيا دروزبيري ولا شنو. المفيد هذاك اش عمل بالضبط معناتها مدرب ستاد ماليان عطى الكره ليسبيرونس. ترجي كل افريقيا ترجي فريق كبير ترجي فريق مش بزاف يلعبوا في الافريق لكن لازم نشوفوا حل. الترجي عنده يوسف الباري احسن لاعب موجود عنده مضروب. الترجي معروف من قديم زمان انا مني حليت عيني نعرف اسبيرونس كي تلعب على 10 تيلي راك تبلوكا ما تلقاش حلول ما ينش قويين في الليبراليتي سبحان الله. مع انت عندك بن علي وعندك بن حميده. بن حميده لا عمره شفته شندر سنترال صحيح وبن علي كيف مش مهام المهام الهجوميه عنده كان في الدفاع بعد عاد في الدفاع يبلبز. انا تمنيت كونه بوزاين يكون من اول ماتش يلعب هو في الكوتي هذيك على خاطر اللاعب هذايا حتى كان مش من اول ماتش في اول 45 دقيقه الثانيه نتاع الشوط الثاني ديريكت يدخل هو. علاش خاطر انت لقيت صعوبات وما لقيتش شكون يوصل لك الكره. دوك شنو الحلول؟ ما عندكش مهاجمين كاسحين حاول تدخل على الاقل لاعبين وسط ميدان والا ارير ولا اللي عندك انت حاجه في وسط الميدان كلهم لاعبينهم سويت قاسي واوكبيلو وزمهمش في نهارهم. على الاقل لاعب خويا الارير اللي عندك اللي هو فنان تكنيس كوار ينجم يدريب ينجم يقرص كوره عنده فنيات شفناه برشا مرات اللمسات نتاعو حتى في المباراه الوديه كونتر الاتحاد العسكري الليبي. السيد قرصها بالاكستيريور هو ديجا متلف تكا قرصها جابها ديريكت عند التكا يعني ينجم يعاونك معناتها. علاش تدخل فيه في الدقائق الاخرانيه شنو تستنى منه باش الاضافه اللي باش يقدمها يعني في دقيقه تقريبا 80 الجبري دخل في 60 80 دخل شو اسمه دياكيتي وبوزايين و85 دخل في معاش لويش دخل فيه معاش 85 شنو فك الدرجه هذاك شنو باش يعمل لك ديجا فك الدرجه السيق وتعاوج ساعه ترزينا فيه الحمد لله شفناه في سيونس نوترمون جاوبيه ان شاء الله ربي يسرو وشفنا حتى المعوضين ما كانوش على وتير يعني كنت نجم ندخل حتى قبل 80 دقيقه من 60 من 70 وديجا شفنا كانوا دياكيتي من ضربه جزاء الدربي السيد دخل في حيط ولا لاعب اخر جمله من كان يسجل حتى في ماتشات تاع البطوله والفرق ضعف تو شفناه ما عادش يسجل السيد كوره معناتها كوره جاوا فاسيل كان نجم يسجلهم وما يسجلهمش. المفيد شباب مخ الهدره ماهر الكنزاري مش هو اللي باش يهبط يماركي كورة حسام تقاء اللي ركعها كنترول وما عطاهاش معناتها اللي عبد الرحمن يكون يعطاه باس قدامه سي بون لازم الكاش قدامه لازم يماركي لازم يتيري بقى ما عنده حتى ما تكادريش خويا شو بقى من عندك. السيد يركح في كنترول قدامه بريسك 10 لاعبين تاع مالي يركح في كنترول ما تحبش الكره تتفك يبغى باش تفك حسام تلقى الكره هذيك اللي ضيعها مش مالك كنزاري باش يهبط يشوتها. شو اسمه دانو الكره اللي جاتو الباس العالمي اللي جاي من اليسار لليمين والكاش فارق قدامه وسطحها مش هو اللي مطالب كونه ماهر كازاري يهبط يماركاها. كيف كرة دياكيتي اللاعب اللي دريبل ويعمل لك كل شيء ويجي قدام الكاج ما تفهموش كيفاش يضيع كور اقبلوا مش في نهارو يعني فما ريتش هي 4 أهداف قدام الكاج كاش فارغ ما تسجلوش. وكرة كيف عبد الرحمن كرة اللي جيه باس من اليمين لليسار والكاش فارغ سي بون انا قلت وليد جا في الكرة ذيك
لحس مع البار مشيت على اليسار، يعني ما تفهمش اسكو ماهر الكنزاري هو باش يعرف يسجل. ماهر الكنزاري بالرغم من الفيزيك نتاعهم القوي، وبالرغم احنا متعبين وما عندناش ملاعبيه كبار وكل، وما خلقناش فرص كبار، لكن جبنا 5 فرص، 16 ولا 5 فرص. راهي مش بالسهل توصل تجيب 5 فرص الكاش فارق قدامك. مانيش نحكيو على جارديان موجود و ان كونتر ان وتنجم تضيعها لا لا، كاش فارغ. كوناتي كاش فارغ، تقا مش كاش فارغ لكن ينجم يسجلها معناتها سهله. كيف كيف دانو كاش فارغ، شحبو يعمل؟ يماركيها هذيك الكرة عنده، لازم يمارك 4 5 أهداف ديجا سي بون معناتها ما تشوفها عندي أنا هاك وياكلو سكور، وديجا الشبكة تتحل. يعني أنت مالك كازاري شنو تحبو يعمل هنا؟ ما عندوش حلول، ما عندوش حتى شيء. أنا وقتاش نلوم ماهر كازاري مثال، نلومو في التصريح نتاعو اللي غششني على الآخر بالرسمي. هو يكون أكثر حاجة خلتني نحكي بمحتوى منفعل في الفيديو اللي ما هبطوش ما فسختو. ممكن علقت هذيك على الكلام اللي سمعته في التصريح نتاعو. قال لك احنا خويا ما عندش ايكيب نتاع باش نوصلوا لبعيد تشامبيونز ليغ، مش باش نهزوهم باش نوصلوا لبعيد، اصلا ما عندوش ايكيب. يا اخي توا فقط، يا اخي معناتها هل يوصل بالي اصابته؟ صحيح هو يوصل بالي اصابته وحده يطيح الجمعيه الكل يهردها، لكن خويا انت يا اخي توا فقت لي التشكيله نتاعك والتشكيله والافكتيف نتاعك افكتيف مش نتاع الشامبيونز ليغ، مش نتاع هزان. هاني فما حاجتين، يا انت حاقر الجمعيه نتاعك، انت حاقر روحك، انت عارف روحك ما تنجمش تتصرف، ما تنجمش تلقى الحلول، وما تنجمش تعمل حتى شيء في الترجي، تستنى في الاداره باش تقيلك. والا خويا انت معناتها ما عرفتش كيفاش نفسرها، مي حبيت تطيش الكره للجوارات، معناتها الجوارات ضيعوا كيما حكينا مش غلطوا هو. دا قلت خويا الجوارات هم اللي دبروا يوسف، هم اللي فضوا مشاكلهم وخاطيني انا خويا. اي باهي سامحني، انت في ميركاتو سيف وكي عندنا برشا فلوس ولعبت انت كوب دي موند سيتك دخلنا برشا فلوس، علاش انت ما جبتش معناتها ما فرضتش لاعبين معينين؟ نورمالمون انت تفرض لاعبين، انت اللي تتصرف، جيب لي اكس يكريك ولا خويا ما كملش في الترجي. حتى كي تخرج وتحكي كلام هذايا جماهير الترجي تقدرك وتحترمك، ما تخرجش بالسبان وما تخرجش بحال شيء. شبيه مال كازاري خرج على خاطر عندك كوب دي موند خايب، على خاطر ما نعرفش ما عملش فيكتوار ما عملش كذا، هو ديجا عمل فيكتوار جاوب به. لا خرج على خاطر انا خويا طلبت لاعبين طلبت تدعيم في اسامي معينه في بوستات معينه وما جاونيش. اداره اسبيرونس ما حبتش، وبيان سور هذه حكايه ما نجمش يعملها هو على خاطر يقول لك انا نجم حشي بهم معناتها مسؤولين اسبيرونس ونستحقهم، سواء في تدريب مرة أخرى، سواء في لاعبين، سواء في نهار آخر مواضيع أخرى. الناس الكل نعرفوا حاسيلو كيفاش تصير مواضيع. ربي يهدي خويا ماهر الكنزاري، انا نراه مش الخطا نتاعو الحكايه هذه، لكن راه كان فما خطا، راه خطا ديما نحكيو عليه، معناتها كل ماتش نحكيو عليه اللي هو خطا الانتدابات اللي هو نورمال في السيف توا ما فيش حل سيء بيع وراوح. يوسف المساكي شفناه رجع للترجي سي بون، موجود في الحصص التمارينيه. ينجم يكور بيان سور باش عباد تقول كيفاش ينجم يكور السيد، لا فما ميركاتو ولا فما حتى شيء. لا علاش ما ينجم يكور؟ على خاطر ماهوش سو كونترا، ما عندوش حتى معناتها كونترا مع جمعية، عنده بريسك 5 شهور ما يكورش. يوسف المساكي نحب نعمل عليه فيديو وحده، كنت نحكي عليه الفيديو هذا، لكن بعد قلت خليني نحكي عليه فيديو وحده خير. الأقرب كونه باش يلعب في الجولة الثالثة نتاع الشامبيونز ليغ، يعني الطرح الجاي مش يكون موجود نهار السبت، وباش يكون موجود إن شاء الله الطرح اللي بعده، واللي هو أطرح صعب للترجي التونسي. لازم الترجي تحاول تجيب نقاط، الترجي تلعب اليكستيريور مش في بيتها، ديجا نهار الخميس ان شاء الله باش يسافروا ومعناتها غدوة ان شاء الله باش يسافروا ويمشيو ان شاء الله. خويا ربي يعديها على خير. سيما التزاري فريق ماهوش ساهل، فريق كاسح، فريق معناتها فيزيكمون واقف، تاريخه عنده تاريخ محترم، كيفو ريتساد ماليا حتى شي بارابورو. سيمبا ما يقدرش، ما يهمش شكون يلعب كونتر الاهلي، يلعب كونتر الزمالك، يلعب كونتر الترجي، يلعب كونتر الرجاء، ما يهموش الادفيرسير، يلعب لعبه يكور ما يخافش، عنده جوارات دو كاليتي. ان شاء الله ربي يسر، ان شاء الله ربي يعدي على خير، وان شاء الله مش فضيحه في الترجي التونسي. دونك ان شاء الله استنيو فيديو يوسف المساكي نحكيو عليه وحده، نعطي انا رايي في اللعب هذايا وانتم اعطيو رايكم فيه بيان سور فيه. وتوا في الفيديو هذايا خليو لي رايكم في الماتش اللي تعدى، ورايكم في الكلام اللي حكيته انا، هل عندي الحق ولا لا؟ شنو الحاجات المساهمه اللي كانوا اسبيرونس تعمل تعادل بتعمل هزيمه؟ لايك كومنت شير سبسكرايب، بين تقابلوا في فيديو جديد.